السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأقول لكم شيئا. أعترف بأني ظلمت تلك اللعبة، فأنا لم أكن أعرف القصة الرئيسية، والآن عرفت القصة الرئيسية وهي أسطورية. لقد أعجبت بتلك اللعبة. لقد تسرعت في حكمي نوعا ما في الفيديو الأول، وبصراحة اللعبة أسطورية. لا صحيح بصعوبتها، لكن هي رائعة. أعجبتني بصراحة. لقد تسرعت نوعا ما، وبالإضافة لها قصة ولها كثير من النظريات. أحكي لكم قصة اللعبة. كل ما يحدث لهذا العالم هو حلم لولد عانى كثيرا في صغره، بدرجة أنه كان يذهب إلى مدينة الملاهي وندرلاند. وبالإضافة وندرلاند هي مدينة ملاهي حقيقية، ولكل حلم له سبب. أظن أن سبب هذا الحلم الذي حلم به الطفل وهو بأنه تعرض لشيء سيء، أو تعرض للتعنيف لسبب ما، حتى يرى كل شيء لطيفا يراه كشيء مرعب. هذه هي نظريتي. وبالإضافة لقد ظلمت تلك اللعبة. هي أسطورية صحيح أن لها بعض العيوب، لكن لن ننكر بأن لديها إيجابيات أكثر من السلبيات. حسنا، أنا آسف على تسرعي. إلى اللقاء. نسيت أن أذكر لكم معلومة. الولد أو البطل أو اللاعب في اللعبة هو مصاب بالسرطان وفقد الوعي في المستشفى. أنا آسف.